لازم من واحنا صغيرين نتعلم to talk to our parents. بس talk افضل ارغي 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 ارغي؟ لا، لازم كمان ايه؟ وانت يا بابا عملت ايه النهارده في الشغل؟ وانت يا ماما عملتي ايه النهارده يا حبيبتي؟ لو هي بتشتغل اسالها عملتي ايه في الشغل؟ في حد غلس عليكي في الشغل؟ طب انت مرتاحه في الشغل يا ماما؟ بابا طب انت شغلك صعب؟ طب محتاج حاجه يا بابا؟ طب ما تقولي كده على اي حاجه يمكن اساعدك في البلان اللي انت تايه ومش عارف تحطها. مش يمكن انا ربنا يسخرني ان انا اقدر اساعدك and to help you out، عشان احنا نيو جنريشن فهنفكر out of the box. مين بيقعد يتكلم مع اهله الا لو عايز حاجه منهم؟ طيب من البر ان انا ابقى خارجه يوم الخميس مثلا، ويوم الخميس وانا خارجه ارفع سماعه التليفون في وسط الخروجه. ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انتي كويسه؟ بتعملي ايه يا ماما؟ عارفين لو حد منكم كلم مامته وقال لها الكلام ده ماما هتقول لكم ايه؟ هتتخض. عارفين لو امكم اتخضت ده معناها ايه؟ ان انت عاق. ليه؟ عشان ده معناها ان it's the first time ever to do that. ده معناها ان انت مش مشبع ماما love، مش مشبع ماما انك تسأل عليها. طب ايه يعني؟ ما انت تخاف عشان انت مش متعود، لكن انا بنتي كل شويه لما تكلمني وتسأل عليا خلاص انا اتعودت على ده. انا عارفه انها بتعمل always ده with me. بابا ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار يا حبيبي؟ اخبار الشغل ايه؟ ها عايز كام؟ ليه بابا بيقول لي كده؟ عشان حضرتك ايه؟ عاق. عشان انت اصلا ما بتتكلمش مع بابي ولا بتسأل على بابي الا لو انت محتاج منه ايه؟ حاجه. جاطت يا ولاد؟ طيب هو احنا بنسمع كلام بابا وماما وبنحاول نبرهم وبنحاول نعمل لهم كل الحاجات دي عشان انا بحبهم؟ لا، عشان خاطر مين؟ ربنا. ربنا يوم القيامة في أبواب كتير للجنة. باب من أبواب الجنة بر الوالدين. باب يعني أنت ممكن تكون مش محافظ على صلاتك قوي، ممكن تكون مش عارف تصوم قوي، ممكن تكون ما بتتصدقش كتير، بس أنت بار جدا جدا بأهلك. أسأل ماما، اطمن على ماما، اشوف ماما اخبارها ايه. ماما تصحى الصبح تلاقيني في الاجازه عامله لها البريكفاست بتاعها، مش انا اللي اصحى الاقيها بتحضر لي البريكفاست بتاعي. ماما تصحى الصبح تلاقيني وضبت لها اوضتها عقبال ما هي تخش الحمام وتطلع. ولد او بنت، انا مش بتكلم على بنات بس، دي على فكره رجوله. اوعى تفتكر انه مش من الرجوله انك تخش وتغسل المواعين لمامتك. نبيك صلى الله عليه وسلم كان بيغسل المواعين، كان بينظف الارض، كان بيكنس الارض. دي مش قله رجوله، هي دي الرجوله. هي دي ان انا ابقى راجل في البيت، انه ماما بتعتمد عليا، مش تقول لا اختي اللي تعملها. لا، housework can be divided. ما بطبخش، لو بتعرف تطبخ حلو. وعلى فكرة بقى الرجالة اللي بتطبخ ساعات أكلها بيبقى أحلى بكتير من الستات. by the way يعني